جميع من قاموا بأداء الحكايات هم ممثلون يعبرون عن قصص حقيقية، وأي تشابه بينها وبين الواقع فعلى الأهل أن يراجعوا أنفسهم. خدوش، قصص حقيقية. العقاب بيولد خوف، والخوف بيعمل كوارث، والكوارث بيقع فيها الكبير قبل الصغير، بس وقعة الكبير أكبر كارثة. تعالوا نفهم. ممكن أعرف أنا هنا ليه؟ على اساس انك مش عارفه. لا معرفش. هو انت ليه كده؟ يعني ليه بتكدبي دايما؟ أنا ما بكدبش. انت كدابه. انت ضربتي صاحبتك ومسكتيها من شعرها. ما حصلش. حصل، الكاميرا صورتك. بصي، انا مش جاي هنا اعاقبك او ابخك او اعمل اي حاجه، انا عايز اعرف حاجه واحده بس، انت بتكدبي ليه؟ ما أنا لو قلت لك هتضربني. لا ما تخافيش، ما بعملش حاجه، قولي. أنا بكدب عشان أنا لما بقول الحقيقة بتضرب. ازاي يعني؟ في مرة كنت بجري في الشقة، خبطت في الفازة وقعت، قلت لماما ما كانش قصدي، قامت زنقاني في كورنر وضرباني جامد. وفي مرة اخويا البيبي كان ماسك مفك، سحبته من ايده وقلت له اوعى تمسكه تاني، ده غلط يعورك. ماما دخلت عليا وانا بقول له اوعى تمسكه تاني، قامت واكلاني علقة. وساعات بيحطوا لي اكل انا بحبوش ويقولوا لي لو ما اكلتيش مفيش نزول الشارع، بعمل نفسي كلت وبرمي الاكل من الشباك عشان يرضوا ينزلوني. دي الحقيقه؟ دي الحقيقه والله. طب انت ليه كدبتي على ماما وقلت لها انك ناجحه رغم ان انت ساقطه؟ عشان بخاف. بتخافي من ايه؟ من الاهانه. بخاف اسال الميس عشان بتفضل تقول ما انت لو كنت ركزت وما كنتوش حمير ما كنتوش سالته. وعلى فكره هي ما بتعرفش تشرح. وكمان بخاف تشتمني قدام الفصل. ممكن ما تضربنيش والله المره دي بقول الحقيقه. انا مبسوط منك انك بتعترفي انك كنت بتكدبي. ده اول حاجه في انك ما بتكدبيش، وده اول حاجه في طريق الصدق. انا والله ما بحبش اكدب، بس انا لما باجي بقول لماما او بابا عايزه حاجه يفضلوا يقولوا لي لا 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 لا، وانا بحاول ادور على حاجه اقنعهم بيها اني ما بعملش الحاجه دي. وبعدين ثانيه واحده، هو ليه ما حدش بيضربهم لما بيكدبوا؟ وساعات بيقولوا كلام لناس ويقولوا عكس الناس تاني. ولما سألتهم قالوا لي دي كدبة بيضة. هو في كدبة بيضة وكدبة سودا؟ انا لما باجي اقول لماما دي كدبة بيضة بتفضل تقول لي الكدب كده وتروح ضرباني. اشمعنى انا تعبت. مشى الطاووس يوما باعوجاج، فقلد شكل مشيته بنوه، فقال على ما تختالون؟ قالوا بدأت به ونحن مقلدوه، فخالف سيرك المعوج واعدل، فإنا إن عدلت معدلون. أما تدري أبانا كل فرع يجاري بالخطى من أدبوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه.